بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نستأنف حديثنا حول مصطلحات في التاريخ والآثار. أول مصطلح يوم النسور، هو يوم إغارة الطيران الألماني 1800 طائرة نازية على بريطانيا في 15 أغسطس سنة 1940 ميلاديا، معلنا بداية ما عرف باسم معركة بريطانية في الحرب العالمية الثانية. شركة الهند الشرقية هي شركة إنجليزية أسست عام 1600 ميلاديا في عهد الملكة إليزابيث الأولى للأعمال التجارية في البحار الشرقية. لعبت دور أساسي مهم في إجلاء الفرنسيين عن الهند وفي بسط الاستعمار البريطاني في الخليج العربي وما حوله. المسألة الشرقية هي الموضوع السياسي الذي شغل حكومات أوروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر بشأن مصير الدولة العثمانية بعد أن تلاحقت هزائمها على أيدي روسيا بصفة خاصة. وأصبحت فرنسا وبريطانيا تخشيان أن تنهار الدولة العثمانية في الشرق الأدنى وشبه جزيرة البلقان، فتضع روسيا يدها على منطقة القسطنطينية والمضايق. وعلى ذلك تركزت سيا... تر... ترك... تركزت سياسة الدولتين في القرن التاسع عشر في الحيلولة دون امتداد النفوذ الروسي إلى البلقان والبحر المتوسط. وقد صفيت المسألة الشرقية أخيرا بقيام دولة تركية الكمالية الحديثة وتوقيع معاهدة لوزان عام 1923 ميلاديا. كساد اقتصادي، شاع هذا المصطلح في العالم وبصفة خاصة في أوروبا ما بين عامي 1929 ميلاديا و 1935 ميلاديا، عندما انهارت أسعار المواد الأولية وانتشرت البطالة، فلجأ كثير من الدول إلى فرض رسوم جمركية عالية على الواردات لحماية صناعتها المحلية من التدهور. مقاطعة اقتصادية هي عقوبة اقتصادية ضد دولة ما، مثال ذلك ما فرضته عصبة الأمم ضد إيطاليا بسبب عدوانها على الحبشة في أكتوبر 1935 ميلاديا. ولم تشمل تلك المقاطعة تجارة إيطاليا في البترول والحديد والقصدير، فكانت العقوبة غير فعالة. السلسلة الفقرية الاقتصادية لأوروبا، أطلقت هذه التسمية على المدن الإيطالية في مطلع العصور الحديثة، حيث كانت هذه المدن حلقات الاتصال بين طرق الشرق الأدنى التجارية وبين الطرق الممتدة عبر جبال الألب إلى أوروبا الغربية، ومن أهمها البندقية اللي هي فينيسيا الحالية. تذكرة حسن الأداء، سند كان يعطى للشخص بعد قيامه بخدمة ما للدولة العثمانية. مرسوم نانت، هو مرسوم أصدره هنري الرابع ملك فرنسا لإنهاء النزاع المسلح بين الكاثوليك والهيجونوت، ليضمن للأخيرين حقوقا مدنية وحماية قانونية أسوة بالكاثوليك. قرار مجمع ورمز عام 1521 ميلاديا، هو الحكم الذي أصدره مجمع ورمز في ألمانيا ضد المصلح الديني مارتن لوثر، الذي اعتبره المجمع خارجا عن القانون لأنه عاب البابا وشكك الناس في عقائدهم الدينية، وحرض العلمانيين على القساوسة، وغدا وأصبح خطرا على الكنيسة والدولة معا. أفندي هي كلمة للتعظيم استخدمها العثمانيون بمعنى المالك أو السيد أو الكاتب بصفة عامة، فيقال فلان باشا أفندي أو فلان بيك أفندي. وأفندية الرزنامة بمعنى كتاب الرزنامة، وهي كلمة يونانية الأصل. أنفار السلطة هي مجموعات كونها البريطانيون في مصر من الفلاحين للعمل الإجباري في بعض جبهات القتال خلال الحرب العالمية الأولى، والمقابل الإنجليزي يعني فرق العمل المصرية. المسألة المصرية هي مصطلح أطلق على الحالة التي عاشتها مصر منذ أواخر عصر الخديوي إسماعيل حتى الاحتلال البريطاني عام 1882 ميلاديا. شهدت هذه الفترة تدخل أوروبي في شؤون مصر الداخلية، بدأ بإنشاء صندوق الدين العمومي، ثم المراقبة الثنائية على المالية المصرية بتعيين مراقبين عامين، أحدهما للإيرادات والآخر للمصروفات. تبع ذلك عزل الخديوي إسماعيل وزيادة التدخل الأوروبي الذي مهد للاحتلال البريطاني عام 1882 ميلاديا. إيرا أو أرا اسم أطلق على الجزء الجنوبي من جزيرة أيرلند فيما بين عامي 1937 ميلاديا و 1948، ثم قطع الأيرلنديون
كل ما كان يربطهم دستوريا بالمملكة المتحدة، وأصبح اسم البلاد جمهورية أيرلندا، وإيرا هو اسم الجزيرة باللغة الكلتية. مبدأ إيزنهور إيزنهاور هو السياسة التي أعلنها إيزنهاور رئيس الولايات المتحدة في يناير عام 1957 ميلاديا بشأن ما أسماه ملء الفراغ للدفاع عن منطقة الشرق الأوسط بعد اندحار العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ميلاديا، مفاداها أن تقوم القوات الأمريكية بتقديم العون وتأمين السلام في المنطقة وصيانة استقلال البلاد التي قد تتطلب العون ضد أي عدوان مسلح من جانب الشيوعية الدولية. وإلى اللقاء وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.